saddexdan gabdhood aasan aragaas oo kaalin koowaad asii haytay macnaha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابي سو دوادا ميل والبس أدون كروكتان ولكن ياسر أحمد جسلاب يوتيوب channel كس أوفيرساس وجسلاب أوفيشيال مقال كنا مانتو حسك سابسنيا ترتن قرآن أقرس وحن مان ترتن انقوادانه صدح أردي أو كمد أردي لقيتها مركز دار التقوى لتحفيظ القرآن بالتجويد والتربية الإسلامية. waxaan soo diyaariyay hadiyad aan ka talgalay gabadhii markaas kaalin koowaad gasha sidoo kale waxa kale oo soo diyaariyay macallin aad iyo aad oo qiimo agtaan nin kale oo barnaamijkan yani maanta la qaado karo marka insha Allah intii barnaamijkan aan gudi galno ka hor macallin Yaasiin aan soo dhawaayo. macallin Yaasiin soo dhawaaw. naadira nabiga Yaasir aadana ka farasiin barnaamijkan inaan noo soo dhawaayo أنتو حرنا إن تجاوب قادنا أرضي كصوت من مركز دار التقوى إن شاء الله تعالى دي هي إنكرنسي إن شاء الله تعالى انقادونا امتحانكم بإذن الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى فأنذرتكم إن في ذلك لعبرة لمن نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين
وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ربك لبالمرصاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم.